ازاي تمسك دريكسيون دماغك قبل ما دماغك تسوحك؟ عمرك صحيت من النوم ولسه ما عملتش حاجة بس دماغك كانت جريت 10 كيلو متر من الخوف؟ عمرك حصل لك موقف بسيط بس فضلت تعيده في دماغك 50 مرة لحد ما كبرت الموضوع وكسرت أعصابك؟ المشكلة مش في الأحداث، المشكلة في طريقة التفكير. النهاردة مش هنتكلم عن التفكير الإيجابي الساذج ولا إني أقول لك اضحك يا ابني غصب عنك. النهاردة احنا هنتكلم عن إزاي تدير تفكيرك بدل ما هو اللي بيديرك. أولا لازم تعرف إن مجرد الأفكار مش شخصيتك، ولازم تعرف إن أخطر جملة ممكن تقولها لنفسك أنا فاشل، أنا دايما بخسر، أنا مش نافع. لكن الحقيقة دي مجرد أفكار مش شخصيتك. التفكير عبارة عن تيار عامل زي تيار البحر كده، وانت واقف على الشط. لو نزلت التيار من غير وعي هتغرق وهيغرقك معاه. لو راقبت التيار هتفهمه. أول خطوة في إدارة التفكير لازم تاخد بالك منها، افصل بينك وبين الفكرة. بدل ما تقول أنا فاشل قول إيه الفكرة الوحشة اللي جات لي دي. فرق ضخم بين الاتنين. بدل ما تقول أنا فاشل قول إيه الفكرة السيئة دي. مش كل فكرة تستحق إن أنت تصدقها. دماغك ودماغ الناس كلها عامة بتحب الحاجات المبالغ فيها، بتضخم الخطر وبتعيد الألم وبتتوقع الأسوأ. ليه بقى بتتوقع الأسوأ؟ علشان تحميك، دي طبيعة بشرية. طب أنا لو رحت يعني زي مثلا أنا مثلا لو عديت من الحتة دي هتخبط حاجة، تخبطني حاجة تعورني، فتاخد حرصك. فهي بتبقى عايزة تحميك، بس الحماية ساعات بتتحول لسجن. اسأل نفسك 3 أسئلة بسيطة لما تيجي تفكر في أي فكرة سلبية. أول حاجة، هو أنا عندي دليل حقيقي على إن المخاوف دي موجودة وهتحصل؟ طب هل الموضوع ده هيبقى مهم لو أنا هديت عنه شوية؟ طب في تفسير تاني غير التفسير الأسوأ اللي أنا بفكر فيه ده؟ هتتفاجئ إن 70% من أفكارك مبالغ فيها. مطلوب منك بعد كده إن أنت تغير زاوية الرؤية للحدث. نفس الحدث ممكن يتشاف بطريقتين. ندي مثال، مثلا واحد خسر شغله، واحد هيقول لك انا انتهيت وانا اتدمرت ويفضل بقى ايه، يبقى متضايق من نفسه ومن الناس كلها اللي حواليه. واحد تاني ممكن يقول قدر الله ما شاء فعل، لعله خير، ان شاء الله ربنا هيجيب لنا حاجة احسن. فالتفسير مختلف. وإدارة التفكير مش انك تنكر الوجع، لكن انك تسأل ايه المعنى اللي هطلع بيه. عايزك تبطل الاكترار. يعني ايه الاكترار؟ اللي هو بالجيم. الاكترار ده عامل زي الجر، انك تجر حاجة. التفكير الاكتراري ده انك تعيد نفس الموقف بنفس الوجع 100 مرة ومستني ان انت هتلاقي رد فعل مختلف. ده عامل بالظبط زي الواحد اللي عنده جرح، فكل شوية يفتح الجرح ويطمن عليه، ها انت لسه موجود، انت خفيت ولا لسه ما خفتش؟ ما هو مش هيخف. ابعد عن الافكار السلبية وحدد وقت للتفكير في الموضوع السيء. يعني ما تسيبش نفسك طول 24 ساعة بتفكر ومش عارف توصل لحل. 10 دقايق ربع ساعة واقلب يا شقيق. فكر، اقفل الورقة، ارجع لحياتك. دماغك دي محتاجة قائد يسوقها مش متفرج عليها. مطلوب من حضرتك تزرع فكرة مضادة للفكرة السلبية اللي في دماغك. مش هتقدر تمنع الفكرة السلبية. الأفكار السلبية دي بتجيلنا من كل حتة، من كل حتة، فمش هنقدر نمنعها، لكن تقدر تزرع جنبها فكرة أقوى. لو جالك فكرة إن أنا مش هنجح، قول لا أنا هتعب شوية بس، يعني أنا هتعلم وأحاول بس هتعب. كل الناس بتتعب، الناس اللي نجحت كلها تعبت. لو جالك هاجس إن الناس كلها ضدك والناس كلها بتكرهك، لا مش كل الناس بتكرهك، يعني أكيد مش كل الناس بتكرهك. في ناس، قول في ناس مش فاهماني، لكن مش كل الناس ضدي. التفكير الإيجابي يا جماعة مش وهم، إنما ده اختيار لازم يتعمل. مطلوب منك بعد كده ان انت تأكل دماغك صح. تأكل. ايوه انت سمعت الكلام صح. تأكل يعني ايه تأكل؟ زي ما الاكل بيأثر على جسمك، تاكل اكلة حلوة كده تحس ان انت اترويت. الافكار الكويسة بتخليك تنتعش. الكلام اللي بتسمعه بيأثر على تفكيرك، فانت لازم زي ما بتأكل جسمك تأكل عقلك حاجات مفيدة. لو يومك كله اخبار سلبية ومقارنة بالناس، انت متوقع ايه؟ طول اليوم انتقاد لنفسك وعمال تجلد في نفسك وانت السبب وانت المسؤول وانت السبب في كل البلاوي اللي الكوكب فيها.
يبقى طبيعي قوي دماغك تنفجر. اختار لك محتوى يرفعك ويرفع قيمتك، اختار صحبة تدعمك، اختار كلمات تقولها لنفسك كويسة. بكرة أول لما تصحى من النوم وقبل ما تمسك موبايلك، العادة السيئة اللي بقت فينا كلنا، حدد أفكارك. قول لنفسك أنا هختار أفكاري النهاردة، مش هركز في الكلام السلبي، مش هركز في نظرات الناس، هقرب أكتر لربنا. وجرب جرب راقب نفسك، هتلاقي الدنيا بقت أجمل. هتندهش قد إيه دماغك دي محتاجة بس إدارة يعني. الخلاصة يا صديقي، خلي بالك من أفكارك، أنت القائد. لو سبت دماغك تسوق لوحدها هتاخدك وهتلبسك في الحيط. أما بقى لو أنت مسكت الدركسيون ممكن توصل لراحة وهتوصل لثقة وهتوصل لهدوء. إدارة التفكير مش رفاهية يا صديقي، دي مهارة حياة. إيه أكتر حاجة بتتعب الناس دلوقتي؟ طبعا هنقول الفلوس والظروف. لا يا سيدي الناس، في ناس عندها فلوس ودماغها تعباها، وفي ناس ما عندهاش ظروف زي ظروفك بس برضو دماغها وجعاها. اكتر حاجة بتتعبنا هي دماغنا، اكتر حاجة بتتعبنا هي دماغنا. تفكير زيادة، قلق، خوف، حوارات شغالة في دماغك 24 ساعة. خلي بالك يا صديقي ان التفكير الزائد بيشل حركتك. التفكير الزائد بيخليك تحلل كل حاجة، تحلل الكلام، تحلل النظرات، وتحلل الرسائل. ده كان ده يقصد، لا ده هو يقصد كذا، ده بيشوف بيبص لي ازاي، شوف واقفين بعض مع بعض بيتكلموا عليها ازاي. وفي الاخر ما بتعملش حاجه، تلاقي اليوم بتاعك خلص ودماغك هتنفجر، وانت في الاخر يعني بعد النتيجه اللي انت السودة اللي انت وصلتها دي ما بتعملش حاجه. البشر محتاجين دلوقتي ان هم يفكروا اكتر منهم يتحركوا. عايزك يا صديقي تسيطر على الحوار اللي جوه دماغك، عايزك تسيطر على الحوار اللي جوه دماغك. اخطر صوت في حياتك هو صوتك مع نفسك. لو طول اليوم بتقول لنفسك انا فاشل وانا مش نافع وانا دايما غلط، ازاي بقى مستني ان حضرتك تنجح وانك تبقى مرتاح؟ مطلوب من حضرتك انك تركز على اللي تقدر تتحكم فيه. يعني ايه؟ في حاجات كتير مش في ايدينا، يعني 80% من اللي بيحصل لنا مش في ايدينا خالص، ولا بسبب تدبيرنا ولا اختياراتنا. الناس بتفكر في ايه وشغله نفسها بايه؟ شغله نفسها بالمستقبل عامل ازاي، والفرص، يا ترى هتجيلي فرص زي الفلاني ولا مش هتجيلي، هعرف اسافر ولا مش هعرف اسافر، هعرف اخش الكليه الفلانيه ولا مش هعرف، هجيب امتياز ولا مش هجيب امتياز، هخلف ولا مش هخلف، هتجوز ولا مش هتجوز، هجيب عربيه ولا مش هجيب عربيه، هجيب فيلا ولا مش هجيب فيلا. ايه يا عمي في ايه؟ الفرص هتيجي ولا لا؟ طب ما نركز يا عم الناس على ال 20% اللي في ايدك، واشتغل بس على اللي جوه دايره التحكم اللي انت تقدر تتحكم فيه. عقلك محتاج راحه، عقلك محتاج راحه، عامل زي المكنه، ما ينفعش يفضل شغال، هتنفجر دماغك. انت مش مكنه عماله شغاله تفكير وخلاص. لو مش بتدي لعقلك راحه هيعند معاك، هيعمل ايرور يعني. مطلوب منك تخصص وقت كل يوم ليك ترتاح فيه، فضي دماغك، يعني فضي دماغك. امشي شويه في الهواء، امشي في الجنينه، امشي في الزرع، امشي في اي حاجه، هتلاقي اتنفس، خد نفس عميق كده. مفيش حد خد نفس عميق كده الا لما لقى الزحمه خلصت. الجزء المهم بقى يا صديقي ان عقلك اعظم اداة عنك، يا اما يبنيك او يهدمك، بس القرار في ايدك انت. من النهارده ما تسيبش عقلك يسوقك، انت اللي تسوقه. ما تسيبش افكارك تسوقك، انت اللي تسوق الافكار. لو وصلت لهنا يا صديقي اكتب لي في التعليقات، قول لي انا هيسيطر على تفكيري، وشارك معانا الفيديو. لو في حد ولا حاجه تعرفه دماغه تعباه شارك الفيديو معاه، يمكن ربنا يهديه ويصلح حاله. ان شاء الله في فيديوهات جايه تانية، استنونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.